لا يا جدعان دي مراتي وانا فاهمها. اروى عايزه تقول لكم يعني ان هذه الاشياء وجيده قيل اهو يعني. لا اذا كان كده خلاص. لا يا حبيبي ما كانش كده ومش خلاص. اروى قصدها تقول ان الظلم والفقر والجهل والمرض اللي احنا بنتعرض لهم دول مش بنتعرض لهم دلوقتي بس، احنا بنتعرض لهم طول عمرنا. خلاص يبقى نرجع لايام الانجليز بقى. ما هو كان في ظلم برضه ايام الانجليز. طب ايام المماليك مثلا؟ برضو قبل كده كان في ظلم. ما هو مش هنرجع لايام الفراعنه مثلا. لا فراعنه ايه؟ المكنه ما تستحملش المشوار ده كله. مكنه مشوار يا عم، هي فاسبه يا ابني انت بالذات اسكت بدل ما انزلك اول محطه. وهي فين اول محطه؟ على المسهله. شوف الحمد لله ان انا لحقتكم قبل ما تمشوا. لا احنا قاعدين على قلبك. ايه ده وانتوا مش ماشيين؟ لا يا عم اقعدوا براحتكم، انا مالي وانتوا قاعدين في بيتي وبس. الحمد لله برضو ان انا لحقتكم. انت ممل. ما انا عارف. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي، اهلا وسهلا. تشرب حاجه؟ يا ريت. ماشي، عموما البيت بيتك، لما تعوز تشرب حاجه او تعوز اي حاجه قول. ما انا قلت لك ان انا عايز اهو حبيبي. شكلك صايم ومش عايز تقول عشان الثواب يبقى كبير وكده. ربنا يبارك لك. ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. ربنا ياخدك حبيبي وما نشوفكش تاني. مع السلامه. ماشي يلا اقعدوا بالعافيه. اقول لكم مع السلامه، اتكل انا على الله. صحيح. الله، ده انا نسيت انا كنت جاي ليه. مش مهم. اسمعوا بس، انا وصلت الوحيد. والله العظيم. طب بسلم عليك كتير. يلا مع السلامه. وحيد مين؟ وحيد الخشن اللي معاه الرساله الحقيقيه. بقول لكم ايه، خدوا العنوان ده واستنوني هناك. يلا. هو ايه ده يا عم الحاج؟ يا ابني انت دماغك المستطرقه دي مش قادره تفرق بين عم الحاج وعالم كبير. ازاي هتفهم ده يطلع ايه؟ خلاص يا عم الحاج عالم كبير. عايز اعرف ده ايه، ممكن تفهمني؟ ماشي. جو بونس اي جس يعني انه دي حاجه بتتحط ورا الباب عشان ما يخبطش في الحيطه. يعني ممكن تكون طوبه، حجر، حاجه زي دي يعني، صح؟ يا شيخ طوبه لما تفلق دماغي ودماغه ودماغك انت كمان. انا مال انا. بص يا ابني، ده اسمه ووكمان. ووكمان. طب ما تاخد توصله لنا كده يا عم الحاج عشان نشوفه بيعمل ايه. ده يا ابني اصغر جهاز بيشغل شرايط كاسيت في العالم. ايوه بيشغل ايه يعني؟ بيشغل شرايط كاسيت. ايه يا رب صبرني يا رب. ايه عمركم ما سمعتوا اغاني قبل كده؟ اوف كورس احنا سمعنا اغاني بس على الويب سايتس، على الابلكيشنز، انما ووكمان دي عمرها ما حصلت. ولا هتحصل يا بنتي، ولا هتحصل. هو انتوا جيلكوا ده سمع اغاني ولا شاف اغاني؟ زمان يا ولاد وانا لسه في عز شبابي كانت الاغنيه عندنا بالثلاث 4 دقايق، لكن انتوا على ايامكم الاغنيه 10 ثواني 20 ثانيه بالكتير. المطرب من دول يقول يا ليل في اغنيه ويا عين في الاغنيه اللي بعدها. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. معلش يا جماعه انا محتاج اقعد مع نفسي شويه. يلا اطلعوا بره، اطلعوا بره. لا انت خليك عادي. هيمشوا دلوقتي خلاص. وافقتوا؟ هنبدا امتى يا عم تحسين؟ ما فيش حد هيبدا اي حاجه. انتوا هتبداوا تتحركوا حالا وتطلعوا بره عشان النهار طلع. يلا بره. يا عم يلا يلا. انا كنت بهزر معاك. انا كنت بهزر. يا ابني انت عملت له ايه؟ انا يقول لي يومين وتتوكل على الله. ما هو عنده حق. نعم. لا هو قصده يقول انه ما عندوش حق طبعا يعني. يلا فازي سي ام سوري. يلا يا مازن سي ام سوري. هي فيها كمان صله الاب والام؟ ينفع؟ لا طبعا، لا طبعا. يلا يا مازن، يلا يا مازن قول له ام سوري. I'm sorry.
ولو اني مش فاهم اي حاجه بس ماشي. عموما يا جماعه لازم نركز مع بعض شويه. اولا مين فيكم اللي هيسافر للزمن؟ كلنا. وانا معاهم. للاسف وانا كمان لازم اجي معاكم. ليه؟ انا العالم واكيد هتحتاجوا لعلمي، وممكن اي حاجه تبوظ واصلحها لكم. في ايه يا جدعان؟ ده احنا كده مش عايزين آلة زمن، ده احنا عايزين عربيه بجوز 7 راقب تودينا. راقب بس يلا. المهم يا جماعه عايزكم تستعدوا النهارده وتجهزوا نفسكم عشان بكره من النجمه ان شاء الله هنسافر للماضي عشان نعرف الراجل ده فين واختفى ليه. صح كده؟ طول ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، طول ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، اتقدم هتعلم اتقدم. اتقدم 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 وكفايه خلاص تتندم. للشمس للنور للشمس للنور مش هيعطلنا سور. طول ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم، طول ما الدنيا هتدور انا من الدنيا هتعلم اتقدم يا حبيبي تسلم تسلم. والعروسه اسمها ايه؟ شفيقه. الله الله، انهي الاسم على الكوكب ما شاء الله. ايه ده في ايه؟ ما تاخذنيش يا بنتي والله ما بجاملك، بس اسمك زي الزفت ما شاء الله. ايه ده وانت مجنون يا حاج؟ لا يا بنتي مش مجنون ولا حاجه، بس اصل انا كان عندي بنت اسمها شفيقه ما شفتهاش من وهي لحمه حمراء بسبب امها. خدتها وهربت بقى وكده. لا انا اللي طردتهم. ايه؟ طردتهم. اصل شفيقه دي كانت بنت حرام، بنت حرام، امها كانت عايزه تلزقها لي، رحت كرشهم هما الاتنين. بس للاسف الشديد انا اتعلقت بالبنت اوي. ربنا بالي. اتعلقت بيها لدرجه ان انا لو شفتها دلوقتي هقتلها لو لسه عايشه. لا ما هي اكيد ماتت. وليه اكيد يعني؟ بقى هو في حرام بيدوم يا حاج. والبنت بنت حرام فاكيد ما دامتش وماتت. يا ريت يا ابن الله. طيب بالاذن انا بقى. يا ريت يابا والله. ايه؟ يا ريت ما تنساناش بقى بالدعاء وانت في صلاتك او من غير يعني تسال علينا وكده يا حاج. ماشي، شوف وشكم بخير ان شاء الله. شوف وشك خالص. نورت يا حاج. حاج يا ابني. اهو عبد السلام بقى كان هيفرح قوي لو جه ولقاكي مقتوله. ايه اللي انت مشغله ده يا تحسين؟ مفيش. يا جدع مالك في ايه؟ وحشني يا ابني. مين ده؟ باباك؟ لا. حبيبتك؟ لا. امال مين؟ الراجل اللي احنا بندور عليه. وحشني من قبل ما اشوفه. حاسس ان انا محتاج اترمي في حضنه واقعد اعيط وانزل حاجات عجيبه من مناخيري وانا بتشحت على كده. معلش هانت يا ابن عمي هانت. انت عرفت منين انها هانت؟ لا ده انا بس بهون عليك بس، انما انا الحقيقه اللي جوايا مفيش فايده. يا حبيبي يا صاحب الطاقه الايجابيه، انا مش عارف من غير طاقتك كنت هعمل ايه في حياتي. حسين ما تيجي نجيب السلحفاه ونخلص. طب مش يلا بينا نشوف الدور على مين المره دي احسن؟ انا طلعت لكم المعلومات اللي عنه والعنوان كمان. ايوه يعني اسمه ايه؟ خليها في السسبنس. فكك منها دلوقتي يا مازن. بما ان اروى وعبد السلام ما وصلوش لحاجه واحنا كمان ما وصلناش لحاجه، اذا بالتعويض في قانون العالم محمد محي نجد ان اتخنقت وطلعت كنت بضيع وقت. كان حلم وهمي وانا صدقت، للاسف صدقت. مش فاهم. طب الحمد لله يعني مش انا لوحدي. طب استنوا يا جماعه،
واحنا عند عم فكري الراجل الخزعبلي الغريب ده، في جمله رنت كده في نص الكلام. الجمله دي بتقول محدش بيرجع الماضي. رنت على ايه؟ ايه؟ رنت ايه؟ رنت مين؟ تليفون؟ رنت جرس باب؟ رنت موبايل؟ ولا وريني بطاقتك يلا عشان اشك ان انت كمان بني ادم اصلا. فكك منه يا مازن. What do you mean of this؟ طب يا جماعه انتوا تشوفوا لنا حد بقى يجي يتكلم معانا بدل ما انا قاعد بكلم نفسي كده. قول لي انا طيب، قول لي انا طيب. بص، انا اقصد احنا ليه ما نرجعش حد للماضي فعلا؟ يا جماعه احنا مش شفنا واحد عامل اعلان عايز يبيع آلة زمن نروح له ونشتريها منه؟ يا عم انت مجنون؟ نشتري ايه؟ اذا كان احنا الاربعه كده لو اتباعنا مش هنجيب حاجه. عندك حق فعلا. طب يا جدعان احنا ممكن نروح له نطلب منه ان احنا نجربها بس. طب وهنرجع نعمل ايه يعني؟ ندور على الراجل ده. احنا لازم نلاقيه يا جماعه، الراجل ده اللي معاه سر التطور. طب وهندور وسط 90 مليون؟ عندك حق. المشكله ان احنا ما نعرفش عنه اي حاجه. تعرفوا لو نعرف معلومه واحده بس. يا جماعه بس المعلومه دي هنعرفها منين؟ هنعرفها منين؟ هنعرفها منين؟ ايه ده؟ ايه اللي معاك ده؟ مفيش يا عم، ده عده 300 وشويه، لقيتها مرميه في الزباله قلت اجيبها نبيعها ونستنفع برزقها. طب ما تفتحها يا ابني، يمكن بتاعت حد ونرجعها له عشان حرام. وريني كده يا عبد السلام. ايه ده؟ ايه؟ دي 300 وشويه فعلا، بس دي فاضيه ما عليهاش ولا رقم. استنوا كده، دي عليها ملف صوت. شغله. الحقوني اي حد يدفع الملف ده يعرف ان كده خلاص اختفيت. تحسين الحمد لله على السلامة يا فنان. اخرس. ايه بس في ايه؟ بقى يوم ما تنزلني في فيلم يطلع فيلم الخطايا ومشهد الألم بالتحديد حبكت. انت عارف ان كف عماد حمدي بقى وحدة قياس، يعني في السنتيمتر، في المتر، في كف عماد حمدي. انا مالي بس يا تحسين، انا مالي، انا بس اخترعت الجهاز وبعمل كده كده، انما انت اللي بتتخيل، انت اللي دماغك راحت للفيلم ده. هفكر بقى في يا جماعه الموبايل ده في الشارع، انا خايف منه. هو مين يا جدعان اللي كان بيصوت جوه ده؟ جو بونس انه ده صاحب الموبايل. جو بونس ان احنا لازم نسمع الرساله الاخيره، متهيألي يعني. الحقوني اي حد يسمع الملف ده يعرف ان كده خلاص اختفيت. محدش يعرف يوصل لي. ما عرفتش انا عملت ايه كل ده انا كنت عايز مصر احسن، كنت خلاص هدور كل حاجه. اخبار مفيش فايده، سيبوني انا من عند الخشن، اقسم بالله لا اوريكم يا اولادي. حد خايف؟ انا خايف. ايه العمل دلوقتي؟ بصوا يا جدعان، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هناخد التليفون ده نبيعه ونجيب بيه رغيفين سمين وننبسط كلنا. So rude. وطحينه طبعا زي ما قال. بس كفايه ولا اي حاجه اللي بيتقال ده. بصوا، احنا لازم نطلع دلوقتي على الراجل اللي كان عارض آلة زمن للبيع ده ونقنعه ان احنا نجرب آلة الزمن دي لو كانت لسه شغاله، ونروح بقى على الماضي ندور على كل اللي من عيله الخشن وبرج الاسد لغايه ما نلاقي الراجل ده ونشوف هو كان هيعمل ايه، ونرجع بقى احنا على الحاضر نعمله. impossible. اللي بتقوله ده مستحيل. اللي بقوله ده الحل الوحيد، مش كده يا عبد السلام؟ بس يا جدعان عشان انا محتار قوي. ليه؟ مش عارف احط الممبار في رغيف السمين ولا اخلي الممبار بره. افكوا اساسا، ده انا اول مره اشوفكم، وبعدين انا علمي اكتر من علمكم بكتير. واو سيمينيو، وحضرتك عالم؟ فوق ما تتصوري. فوق خالص. ارشميدس حبيبي عالم جامد جدا، بس عشان التكنولوجيا